احنا بنتكلم ألماني كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. الكلام اللي بنقوله بالعامية فيه كلمات أصلها ألماني موجودة على لساننا كل يوم، في الورشة، في البنزينة، في الشارع، وحتى في جيبك وانت بتطلع الفكة. فتعالوا النهاردة نعرف 6 كلمات بنقولهم كل يوم وأصلهم من ألمانيا. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. أول كلمة، كلمة بنزين، بنسن. أصلها الألماني جاية من اسم كارل بنتس، المخترع الألماني ومؤسس شركة مرسيدس بنز. أصل الحكاية إن زمان الوقود اللي بيشغل المحركات كان اسمه ليجروين، لكن الفضل في إننا نقول كلمة بنزين يرجع لكارل بنتس، المخترع الألماني اللي عمل أول عربية في التاريخ بتمشي بمحرك احتراق الوقود. بس البطلة الحقيقية في القصة دي هي مراته بيرتا بنتس. في سنة 1888 بيرتا أخدت ولادها ومن ورا جوزها قررت تعمل أول رحلة سفر بالعربية لمسافة 100 كيلومتر عشان تثبت للعالم إن اختراع جوزها شغال وحقيقي ويعتمد عليه. والمفاجأة إنها لما الوقود خلص منها ما كانش فيه محطات بنزين أصلا، فراحت اشترت الوقود من صيدلية في الطريق. فتعتبر الصيدلية دي هي أول محطة بنزين في التاريخ، ومن وقتها ارتبط اسم بنز بالوقود اللي بنحطه في العربيات، وبقت الكلمة دي هي الرسمية في ألمانيا وعندنا في العالم العربي، بنزين، بنسن. تاني كلمة شيلينج، الشيلن. بنقولها لما نتكلم عن الفكة أو العملة المعدنية القديمة خصوصا في مصر والأردن وفلسطين. أصلها الألماني جاية من كلمة شيلينج، وقصة الشيلن بدأت معانا لما عرفناه من الإنجليز في فترة الاحتلال البريطاني لمصر. بس الإنجليز أصلا واخدينه من كلمة جرمانية قديمة، الشيلينج. في ألمانيا زمان الشيلينج كانت عملة قوية جدا وليها هبتها، من العملات الذهبية والفضية في أوروبا الوسطى، ولفت العالم لحد ما وصلت لعندنا وبقت في مصر مثلا تساوي 5 ساغ أو 5 قروش. فتخيلوا العملة اللي كانت بتهز أوروبا والأسواق الأوروبية بقت عندنا مرادف للحاجة البسيطة، زي المثل اللي بيقول ده ما يسواش شيلن. تالت كلمة البريمة، دير بورا. بنقولها على الشنيور المثقاب أو على الشخص الشاطر اللي بيعرف يخلص كل حاجة. أصلها الألماني جاية من كلمة بورا، معناها المثقاب أو الشنيور. قصتها بدأت لما المهندسين والفنيين الألمان جم المنطقة العربية في أواخر القرن ال19 وبدايات القرن ال20 عندنا زمان، عشان مشاريع السكك الحديد وحفر الآبار، فكانوا بيستخدموا كلمة البورر طول الوقت. فالصنايعية العرب سمعوا الكلمة وحولوها لبريمة، لأن العامية بتميل لوصف الآلات والأدوات على وزن فعيلة زي سكينة، فحولوها لكلمة بريمة. وبما ان البريمة دي بتخرم اي حاجة صلبة زي الشنيور، بقينا نقول على الشخص الذكي جدا اللي بيعرف يخلص المهام الصعبة او اللي بيخترق المشاكل بذكائه، زي البريمة بتخترق الخشب او المعدن. رابع كلمة البنسة، بنسيتا. بنقولها على بنسة الشعر للبنات او بنسة الميكانيكي في الورشة. اصلها الالماني كلمة بنسيتا. في ألمانيا البنسيتا هي الملقاط الصغير بتاع الدكاترة أو الساعاتي، بس إحنا كعرب غيرنا فيها وحرفناها، فبنقولها على بنسة الميكانيكا اللي بنفك بيها الصواميل والمسامير، أو بنسة الشعر اللي بتلم الشعر، بس الأصل في الآخر كلمة ألمانية. خامس كلمة المارش، دير مارش. بنقولها لما تيجي تدور العربية وتقول المارش مش راضي يلقط. المارش مش راضي يلقط. أصلها الألماني كلمة دير مارش ومعناها مسير أو انطلاق. الكلمة دي بنسمعها كتير في الميكانيكا لأن أصلها الألماني يعني تحرك أو انطلق، زي مارش العسكرية، لأن المارش هو القطعة اللي بتخلي الموتور يبدأ يتحرك وينطلق. فالعرب خدوها وسموا بيها قطعة التشغيل في العربية، يعني كل ما بتدور عربيتك انت بتدي أمر عسكري ألماني للموتور انه يتحرك. سادس كلمة والأخيرة ديزل، ديزل. بنقولها لما تروح البنزينة
تفول السولار الديزل. الكلمة دي اسم مخترع ألماني عبقري اسمه رودولف ديزل. الراجل ده اخترع المحرك الديزل اللي غير شكل النقل في العالم. رودولف قدر يوصل لمحرك بيشتغل بضغط الهواء بس، وده اللي خلاه الوقود المثالي للمعدات التقيلة والسفن والقطارات اللي محتاجة قوة سحب كبيرة. بس القصة المثيرة والمأساوية في نفس الوقت إن رودولف اختفى في ظروف غامضة وهو مسافر بالمركب من بلجيكا لبريطانيا في البحر سنة 1913، ومحدش لقى جثته لحد النهاردة. مات المخترع وفضل اسمه على كل تانك نقل تقيل بنملاه لحد النهاردة في بلادنا. قول لنا في التعليقات ايه اكتر كلمة فيهم بتكررها كل يوم، ولو تعرف كلمات تانية بنقولها وأصلها مش عربي شاركها معانا في التعليقات. أشوفك على خير إن شاء الله. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.